مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج حكي بالون عبر قناتكم قناه البلاد. هذا العدد الذي سنتحدث فيه عن تعيين عبد الرحمن حماد كوزير جديد للشباب والرياضه خلفا لعبد الرزاق سبقاق. سنتحدث عن المنتخب الوطني والاسماء الجديده التي يراهن عليها الناخب الوطني جمال بالماضي لاعاده الروح الى كتيبته. سنتحدث عن المنافسه الافريقيه في رابطه ابطال افريقيا، شبيبه القبائل من أجل افتكاك بطاقة التأهل أمام بيترو أتليتيكو يوم غد السبت، واتحاد العاصمة يوم الأحد في كأس الكاف من أجل الانتصار وإعادة الروح إلى الأنصار. إذن كل هذا ومواضيع أخرى سنتحدث عنها في برنامج اليوم رفقة ضيوفي الكرام. ويحضر معنا الحسن لازاف، اللاعب السابق لاعب شبيبة القبائل. مرحبا بك الحسن. الخير وليد. مساء الخير، إن شاء الله نستفادوا منك الحسن. إذا مشاهدينا الكرام، يحضر معنا أيضا الإعلامي أمين عزوز. مرحبا بك أمين. بارك الله فيك وليد. اليوم أنا فرحان بوجود أخي الحسن نازف. ما لعبش غير في جي اس كا، لعب في المولودية، لعب في الاسما، لعب في لي كرون كلوب، النهد، جي اس ام بي، الام سي او، ما شاء الله. إن شاء الله يلعب مليح اليوم في البلاطون في دوش. واللي راهو على يساري راح تقدموه الصديق حميم كانا. أنا اليوم راني فرحان بوجود هاد الوجوه، ولكن راني حزين بزاف لفقدان بعض الزملاء الصحفيين والأصدقاء، ما بينهم خويا نصر الدين راتني اللي وفاته المنية البارح ودفناه اليوم. راني كتير حزين عليه، والصديقي كان يخدم معايا في جالية المجاهد حميد غربي الله يرحمه اللي فقدناه، وكمال مرسلي. نقدم تعازية للعائلة هادو ولعائلة عبادة صاحبي رياض اللي فقد باباه البارح. ربي يرحمهم إن شاء الله وطول العمر لكل أعمدة الصحافة والصحافة الرياضية على وجه الخصوص. إذا مصطفى أملال المدرب التقني الرياضي حاضر معنا اليوم. مرحبا بك مصطفى. بك وهلا وليد، ومرحبا بكم في حصة احكي بالون. والحارس السابق شكرا يا خويا، مرحبا بك. ان شاء الله نجوزوا وقت شباب. اذا مشاهدينا الكرام، نبداو مع الموضوع الاول الخاص بتعيين وزير جديد للشباب والرياضه عبد الرحمن حماد، البطل الاولمبي الغني عن التعريف، الرئيس السابق للجنه الاولمبيه والرياضيه الجزائريه. سيخلف عبد الرزاق سبقاق على راس وزاره الشباب والرياضه، ملفات ثقيله وثقيله على طاوله وزير الشباب والرياضه في الاشهر القليلة المقبلة، خاصة أن الرياضة الجزائرية مقبلة على المشاركة في أولمبياد باريس 2024. الجزائر أيضا ستحتضن الألعاب الأولمبية العربية. إذا نبدأ الموضوع هذا معك أمين عزوز. عبد الرحمن حماد غني عن التعريف، بطل جزائري، بطل أولمبي، صاحب برونزية سيدني سنة 2000، الذي كان يعني في وقت قريب رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية، اليوم يعين كوزير الشباب والرياضة. قراءتك أمين عزوز كإعلامي وبمعرفتك لهذا الشخص؟ اولا نحييه ونجلو فيليسيت يعني مادام اختاروه باش يكون على راس هذا القطاع الهام جدا. هو يعني صديق وانسان طيب، يعني خدام، رياضي سابق، دولي، كان في اعلى مستوى. كما قلت انت، ميداليه برونزيه في الالعاب سيدني 2000، وعلى بالك باش تحصل على ميداليه اولمبيه في لا سبيسياليتي تاع لو نوتور، يعني لازم تكون في رياضي في مستوى عالي. كان عنده عده القاب اخرى، يعني وطنيه، افريقيه، ولا دوليه. احنا نتمنى له كل التوفيق. انا لو تسمح يعني لو كونساي اللي نعطي له هو اول شيء لازم يسونتور الرجال المناسبين، فهمت؟ رجال او نساء اللي يكونوا يعني اولى باش يكونوا يعاونوه في هذه المهمه على مستوى وزاره الشبيبه والرياضه، باسكو ليكيب تاعو اللي راح تقود البروجي هذا سبورتيف، وهذا الشيء اللي في المستوى. وهذا الشيء اللي حن ربما نعرفوه بدايه من استلام المهام يوم غد بينه وبين الوزير السابق عبد الرزاق سبقاق. اذا الحسن نزاف كرياضي، ماذا يعني اليوم تعيين وزير للشباب والرياضه يكون ابن القطاع، يكون رياضي، يكون بطل اولمبي؟ ماذا يعني لهذا القطاع الهام في الحكومه الجزائريه؟
غادي يعطي طموح على كل حال، نحييه على كل حال هذا المنصب هذا اللي داه في الوزاره، وان شاء الله يجيب الاضافه اللي لازمه في هذا القطاع، سواء في الرياضه ولا في شبيبه. وان شاء الله كما يقولوا حنايا كي يكون واحد هكذا تما رياضي قديم وكما يقول لك يعرف واش حب يقول الرياضه عامه، ما نستناو غير احنا متفائلين على كل حال. واليوم عبد الرحمن حماد ما نعرفوش فقط، الجمهور الجزائري لا يعرف عبد الرحمن حماد الرياضي والبطل فقط، انما نعرفوه مسير، وهو اللي كان يعني يترأس اللجنه الاولمبيه والرياضيه الجزائريه اللي كانت مقبله على تحديات كبيره اخرها نجاح او الجزائر في العاب البحر الابيض المتوسط، سواء من حيث النتائج المحققه وحتى من باب التنظيم. باب التنظيم على كل حال عنده شويه تجربه في هذه المنافسه هذه، وكما يقول لك ترأس سيوا وزاد دار الالعاب هذوما البحر الابيض المتوسط، اكتسب خبره على كل حال، وان شاء الله يجيب الاضافه اللي تكون ناقصه اللي واحد ما راهو شايفها، بيسكو هو راهو شاف المستوى العالي على كل حال. الحسن ربما تعرفوا انت تتذكروا في ايام التسعينات لما كنت في مولوديه الجزائر، كان هو رياضي في مولوديه الجزائر ايضا، هل سبق لك يعني عرفتوا عن قرب ولا لا؟ لا ما عرفتوش انا، هو على بالي بلي بطل على كل حال والحق المستوى العالي، وهذا واش مطلوب على كل حال في القطاع تاع الرياضه، راني نقول لك ماشي تاع شباب، تاع الشباب على كل حال ثاني لازم له اضافه، بصح في الرياضه لازم يجيب الحاجه اللي منقوصه في المستوى العالي. يلا اذا مصطفى، بعيدا عن الشخصيه، عن عبد الرحمن حماد كرياضي كمسير، تحديات كبيره تنتظر الرجل على راس وزاره الشباب والرياضه. الوزير السابق عبد الرزاق سبقاق كان شرع في عده امور، ابرزها مؤخرا منع ازدواجيه المناصب بالقانون الذي ربما بدا فيه وزير تهمي سنه 2015، عاود رجعوا الى الواجهه الوزير السابق خالدي. اليوم ربما نقطه او منعرج حاسم خاصه في الهيئات المسيره للرياضه الجزائرية. اولا نهنيوها على المنصب هدايا، وهذا شرف ليه ولكل الاسره الرياضيه، لان لما يتعين واحد على راس وزاره ويكون ابن القطاع، يعني هو رياضي كبير، ولما يترأس هذا القطاع راح يزيد فيه اضافه اللي عنده الاحساس اللي ما كانش عنده ربما عند الوزراء اللي سبقوه، ما كانوش رياضيين ولو في التسيير. ربما كان اخرهم برناوي كان كرياضي دون الانقاص يعني من نعم. سليم السواكري، ايضا سليم السواكري ككاتبه دوله مكلفه برياضيه النخبه، يعني مرسلي كان ايضا في نفس المنصب. مرسلي كذلك كان في نفس، كان وزير منتدب. عطاو الاضافه ليكسبيريونس تاعهم زادوها، واليوم حماد ليكسبيريونس اللي عنده والالقاب اللي تحصل عليها راح يعني تكون عنده نظره اضافيه للقطاع، ويعرف يسير كل فيدراليه راح يعطي لها حقها ويعاونهم ان شاء الله. امين عزوز، اكيد عندك اضافه، وزير شاب من مواليد 1977، يعني هذا حيعطيه ربما تقرب اكثر من الرياضيين ومن الشباب، لانه سيكون وزيرا للشباب والرياضه. ابرز تحديات امين عزوز حسب رايك في الاشهر القليله المقبله، هل هي ربما تاهل اكبر عدد من الرياضيين الجزائريين الى اولمبياد باريس 2024؟ هذاك ان شاء الله، ولكن بالنسبه لي انا الاهم هو نعاودوا نبنيو مشروع رياضي حقيقي بقرار سياسي. يعني لو الوزير يجي ويلي اونتوري بار دي زيكسبير اللي يفهموا، باسكو هو وحده ما يقدرش يدير اشياء كثيره، ولكن نقولوا كل باخره عندها قائد، ولكن القائد وحده يقدر يسير الباخره وحده، عنده اون ايكيب. هذاك الفريق تاعو لازم يكونوا دي زيكسبير في الدومين تاع جوناس سبور، ومن اخيار الناس، يعني لي كومبيتونس لازم تجيبهم في هذا المنصب.
ما كاش صاحبي وهذا نتفاهم معاه وهذا ما نتفاهمش معاه، تفاهم معاه في العامل فاش راح يجي في اضافه، لان كاين ملفات كما قلت من قبل لما قدمت قلت كاين ملفات ثقيله وحنا ما نحوسوش تو سويت، حنا نحبوا تو سويت خلاص تم رانا نخموا على لي جوز اولمبيك 2024. لي جوز اولمبيك 2024 ما تبريباريهمش في 2023، لازم تبريباريهم منذ سنين او موان 8 ans افون ولا مينيموم 4 ans. دونك انا عندي لازم نقول لحماد والفريق اللي يكون معاه والمسؤولين على الشباب والرياضه لازم تكون عندهم نظره بعيده مستقبليه، وهذه النظره المستقبليه ما تجيش بالكلام، تجي عندها عده ميكانيزمات. لازم ان بروجي كلار يناسب الجزائر والرياضيين الجزائر باش نطوروا الرياضه في بلادنا من كل نواحي، وماشي غير كره القدم، كل الرياضات اللي نقدروا نطوروها ونسعوا يعني باش السبور اللي امبورطون دون اون سوسيتي. يا ربي فيه بزاف امور سي ليماج تاع بلادك تفيكولي بها بوكو تشوز، وميم سو البلان ايكونوميك بالرياضه تقدر تجيب بزاف حوايج. ومن ناحيه الشبيبه كذلك، حنا ماذا بينا الشباب تاعنا اللي راهي قوه كبيره، لان على بالنا 75% من الشعب الجزائري متكون من شبان وشابات، هذه طاقه كبيره صديق ولا تعرف تستغلها تديها لطريق الخير، هي تعطيك قوه للبلاد، ولا ما عرف خليتها هامله تولي كارثة. ولو انه سنناقش اليوم امين عزوز ربما الشق المتعلق بالرياضه اكثر، هل تعتقد امين عزوز انه حتى وزاره سابقه او انه تسيير هذه الهيئه في الجزائر ربما الاهتمام بكره القدم اكثر من الرياضات الاخرى؟ هذه حقيقة. كل الأموال الطائلة راهم يضخوها في كرة القدم بدون نتائج يعني كبيرة، ما عدا لا كوب دافريك اللي فات مع جمال بالماضي وبعض الرياضات يعني القتالية ولا اللي جابوا نتائج. ولكن يعني النظرة العامة على الرياضة الجزائرية رانا نشوفوها بلي راهي مريضة. شوف كرة اليد وين راهي، شوف ألعاب القوى هذا وين عاودنا ولا كالكو زاتليت ولا وان فورس. ولكن عندنا، هل تقصد بدرجة أولى سوء التسيير ولا الفوضى ولا خاصة الفساد اللي راهو ينخر جسد الرياضة الجزائرية في مختلف القطاعات؟ واش قلت أنت؟ هذه ستون مايونيز فيها كاع هاد لي بوان، فيها الفوضى، فيها ناس ماشي تاع الرياضه راهم في الرياضه، فيها ناس جات بزنس، ناس تاع مصالح ما عندهمش يعني نوبجيكتيف، ما عندهمش كيفاش نقولوا كيما مثلا الشهيد بيسك رانا لافي تاع 19 مارس 62 كيما نقولوا يوم تاع الحريه، هذوك اللي قدموا فيرساو دمهم باش تسقل الجزائر، ومنها كانت عندهم انفيزيون، عندهم دي كونفيكسيون، ناس عندهم رجال بأتم معنى كلمه، حابين يبنيو، حابين يعني البلاد ترفد راسها، حابين تطور الامور تاعها. احنا ما نسحقوش نروحوا نعيشوا اون اوروب ولا نروحوا في كاش بلاد، احنا بلاد عندنا كلش باش نعيشوا بيان هنا، ولكن لازم تخير ناس نزهاء وناس اللي ما تملش وناس اللي تناضل باش تطور الامور في هذه البلاد. علاش؟ خاطر ربي يعطينا كل خيرات باش نقدروا نعيشوا. تبقى حسب رايك امين عزوز اولويه وزير الشباب والرياضه هو تعيين الطاقم الذي سيرافق الوزير في مهامه. هذاك الشيء مهم جدا، لانه هو كوزير يبو با زعما يقولوا يكون اكسبير في كل النواحي، هو تكون عنده نظره وتكون عنده يعني اون فيزيون، يكون مدراء، يكون يعطي لي ديريكتيف، ولكن بالك مام الامر يتجاوزوا شويه. لماذا؟ لان هذا مشروع حكومه، مشروع دوله، وشي حابه الدوله الجزائريه في الرياضه، حابه تعطي لها يعني اتجاه صارم وفيه عقلانيه في التفكير وفيه الناس اللي لازم، والاموال ما نبدروهاش نيمبورت كومون نحطوها وين لازم. لهذا تحدثت من قبل عن الفساد اللي ربما الكل المتتبع للشان الرياضي ربما يتساءل على مصير الفساد اللي وقع في الرياضه الجزائريه. الحسن نظيف، هل تشاطر ربما في الطرح اللي كان بدا فيه امين عزوز، وهل تشوف باللي محاربه الفساد ربما هي اول تحدي بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه، ولو انه الطريق يعني شرع من قبل؟ قلنا ربما أفضل القرار ولا القرار الأهم يعني الذي اتخذ في الأيام القليلة الماضية هو منع ازدواجية المناصب في الهيئات الرياضية. يبداو على كل حال، داروا دراسه هذوما الناس اللي قبل، باش نكمل واش قال امين عزوز، داروا دراسه وكذايا، بصح لازم يشوفوا ما يشوفوش غير حاجه واحده برك، لازم يشوفوا كما يقول لك لارجومون على كل حال، ويتخذوا قرار تما واحد. كاين شروط، كاين بزاف امور، ماشي نبداو بالعقل هكذا باش نقدروا نافونسي ولا نحبوا نديروا ان غران با للقدام.
باش نعاودوا كاع ماشي بحاجه برك تما شغل ازدواجيه هذه، ما كاينش غير ازدواجيه، كاين الجمعيات، كاين يفو روفوار يا بوكو دوسي ا روفوار. وتبقى ملفات عديده ربما على طاوله الوزير. مصطفى، الى عندك اضافه قبل ما نغلقوا هذا الملف؟ الاضافه هي انه الدوله حابه دير استثمار في الشبيبه. الشبيبه هذه لو يعني ياخذوها بعين الاعتبار ويعطوا لها حقها، راح نعفيو الدوله من كثير الامور. لما يكون عندك شبيبه بصحه، جسم سليم في العقل السليم في الجسم السليم، راح تتفادى المخدرات، تتفادى العنف، تتفادى كثير الامور اللي راهي تضر المجتمع. والرياضه يعني وسيله قويه، ربما متنفس الوحيد للشباب الجزائري. بارك الله فيك. لهذا الحكومه الجزائريه تعطي لها اهميه. باختصار امين عزوز باش نطويو هذا. علاش تكلمت لك مقبل على لازم يكون مشروع دوله اللي يتجاوز، خاطر شفنا مرسلي جاز بكاع لي تيتر اللي عنده والسافوار فير اللي عنده. ما تنساش كان يعمل في جامعه امريكيه اللي تخرج الابطال هو واخوه عبد النور. ما خلاولوش متسع من الوقت وما عطاولوش يعني مان ليبر باش يقدم الرياضه واش كان قادر. ممكن سليمه سواكري كذلك، ممكن صافي يدير لازم رؤيه شامله. الدوله تجيب اوتور هاد لو مينيست، تجيب دي سبيسياليست. خاطر حنا ما نضلوش نقولوا لازم نديروا الان، نديروا مشروع واضح واش انا حاب. هاي لو كان ما عندكش وان شاء الله لو كان ما عندكش خريطه طريق وجهه يعني معروفه، امين راح تمشي يعني تايه. وان شاء الله هذا الشيء اللي حين نشوفوه الاحسن. شكون اللي يدير سامحني شكون اللي لازم يدير هذا؟ حنا نقولوا الحكومه الدوله، شكون؟ سي لي كادر تاع المينيستير دو لا جونيس. شكون بصح؟ شكون لي كادر؟ كاينين لي كادر برك. شكون اللي ياخذ القرار؟ لازم واحد الوزير طبعا. الوزير هو اللي ياخذ القرار. الوزير طبعا لازم الوزير ياخذ قرار. نحن نتحدث اليوم امين عزوز راهو يقول انه الوزير لازم يعني يكون لونتوراج تاعو يجيب اطارات. كاين فرق بين وزير يتخذ القرار وكاين اطارات اللي هم دايرين به. احسن كي تشوف الجوفرنمون تاع البلاد، الجوفرنمون عنده ميسيون. وحنا ما عندناش شك امين. لو بروجي انا باش اكيد تفضل نقيسوا النقطه في احسن. لو بروجي تاع الوزير يدخل في نظام، في مشروع كبير تاع دوله تاع غوفرنمون. الدوله كاين الناس كيتخدم في الخفاء، ما تشوفهم من انت والو. كاين الناس تخمم على الانتيري تاع بلادنا. هذوك الناس كاين الناس تخطط. حتى الوزير امين حتى الوزير من غير المعقول انه الوزير هو يدير كلش كما قلت انت. كاين الناس راهي تخدم تحط تقارير عند الوزير، والقرار الاول والاخير يعاود يولي للسيد الوزير طبعا. هذه ما فيهاش نقاش. التطهير الاول قلتها في عده مناسبات مع كاع الوزراء اللي جازوا. التطهير الاول لازم يتندار في وزاره الشبيبه والرياضه بكل احتراماتي لكل الناس، بلا ما نجبدوا الاسماوات. الناس تعرف الناس. كاين بعض الناس يصونوي زيبل في الامجياس، ما يصلحوش للرياضه. سي دي ماغويور يخدموا المصالح تاعهم الخاصه، يدايروا المشاكل الكبار، ما يحطوش الراجل المناسب في المكان المناسب. كي نقول الرجل يعني الرجل والمراه. احنا لازم نطهروا. علاش؟ باش ما تكونش ماغوي. قال هاد لا ديريكسيون فيها تال مخطط. ان شاء الله امين. هذه مثال في كلمه. تفضل. في لا تليفوني كاين السيد حبه اللي راه يخدم في معروف بارتو الموند تاع المغير، او في مستوى عالي من الناحيه العالميه، يعني ستان سيونتيفيك دو طري او نيفو. منين خرج هذاك؟ خرج من المغير، من الجزائر. هذاك السيد لازم لنا ناس كيما هذاك. العلماء تاعنا، الشرفاء تاعنا اللي يحبوا البلاد، يخدموا البلاد، هذوك اللي نسحقوهم، هذوك اللي الدوله لازم تسخر لهم امكانيات باش يخدموا في الرياضه نفس الشيء. ان شاء الله هذا الشيء اللي حين نشوفوه في حلقه فارغه. ان شاء الله هذا الشيء اللي حين نشوفوه نكتشفوه مع الايام. تذكير انه وزير الجديد للشباب والرياضه عبد الرحمن حماد سيستلم مهامه من الوزير السابق عبد الرزاق السبقاق يوم غد ان شاء الله، بدايه من الساعه 9:30 بمقر وزاره الشباب والرياضه. كل التوفيق لعبد الرحمن حماد على رأس هذا القطاع إلى المنتخب الوطني. وقائمة القائمة التي أعلن عنها مساء اليوم الناخب الوطني جمال بالماضي التي ستخص الدخول أو اللاعبين المعنيين بدخول في تربص تحضيري تحسبا للمواجهة المزدوجة للمنتخب الوطني أمام منتخب النيجر في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا كوديفوار 2024. المباراة الأولى ستجرى يوم 23
30 من الشهر الحالي بملعب نيلسون مونديلا ببراقي بداية من 10 مساء. المباراة الثانية ستجمع المنتخب الوطني بمنتخب النيجر، ستلعب بملعب رادس بداية من الساعة 5 مساء يوم 27. إذن نتابع التشكيلة التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم. في حراسة المرمى نجد كل من موندريا، أوكيجا وزغبة، إذن القائمة لا تحتوي على الحارس رئيس وهاب مبولحي. في الدفاع اللاعب جيتون، ليريس، ماندي، توغاي، توبا، بالعيد، بن سبعيني، أيت نوري واللاعب الوافد الجديد حجام. في وسط الميدان بوداوي، زرقان، بن طالب، زروقي، بن ناصر ولاعب قادري. إذن في الهجوم محرز، بوعناني، بالليلي، شعيبي، ديلور، إسلام سليماني وأخيرا عمورة. إذن 25 لاعبا تم استدعاؤهم للدخول في هذا التربص. أمين عزوز، نبدأ معك كإعلامي، قراءتك الأولية، ربما 7 أو 6 أسماء جديدة في هذه القائمة، منهم أسماء لأول مرة تشارك مع المنتخب الوطني، لاعبين الذين غيروا جنسيتهم الرياضية وتحصلوا على الجنسية الجزائرية حتى يكونوا تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي. اولا احنا نحترم قرارات الناخب لانه هو مسؤول على القرارات تاعو والاختيارات تاعو، هذه النقطه الاولى. ثانيا نقول بلي جمال بلماضي نحترم لا فو دو روت تاعو ولي زونغاجمون تاعو، لان كان قال في عده مناسبات باللي ملي راني على راس الفريق وانني نعمل في عامل ممكن الناس ما تشوفوش، هذاك العامل سي بارابور هاد لي جوار، يعني كيفاش تقنعهم باش يجيو اكسيتيرا. دونك انا شفنا باللي براتيكمون لي جوار اللي كان حاب يجيبهم لا بلوبار اللي حاب يجيبهم استجابوا في هذا الوقت، وكاين اللي ربما نزيدوا نشوفوهم نكتشفوهم في التربصات المقبله. عوار الى دوموندي حتى الموا دو سبتمبر سي لا ايتي اونيت، قال لك انا كي نكون في لا فورم تاعي نلعب كالكو ماتش باسكو ماشي يلعب هذه، ربما يغير الفريق ايضا باش نجيب قوه للمنتخب الوطني ونعطي الاضافه. يعني كاين شبان هنا لاعبين كيما جيتون ولا اسمه ايت نوري ولا حجام ولا سي دي جوار يلعبوا في الاو نيفو، سي دي بروفيسيونيل عندهم لا بون فورماسيون، نظن بلي راح يجيبوا الاضافه للمنتخب الوطني. كاين الكثير منهم اللي صغير في السن، لا بلوبار. دوك حنا كل الناس كانت دوموندي شونجمون ودوموندي كذلك تشبيب باش يكون عندنا دي بيرسبكتيف دافنير. دوك راهو كاين تشبيب، دوك حنا ماشي كيما يدير الناخب الوطني كي ينحي ويجيب قال علاش، كي ما ينحيش وعلاش، ولكن كل واحد عنده النظره تاعو يقدر يكريتيكي. احنا بالماضي ماشي معصوم من الخطا، تقدر تكون عندك نظره واحده اخرى تقولها. انا مثلا في الحراس، هاد الحراس في 3 ملاح، نتسائلوا على غياب مبولحي لانه هو الاول الناخب الوطني اللي كان يقول مع انه ما زادش. يعني لو نقارنوا بالقائمه الماضيه كانت فيها 4 حراس مرمى نفسهم، يعني 3 اسماء موندريا، اوكيجا وزغبه، اضافه الى مبولحي اللي راهو غايب اليوم. احنا قبل ما أنا نعطي لافي تاعي، ولكن نستناو لا كونفيرونس بريس تاع الناخب الوطني اللي حتكون نهار الاحد ان شاء الله، رد رسمي على غياب مبولحي. لان مبولحي بدليل كلام جمال الباضي في كل مره تكلم عليه قال لك باللي المستوى تاعو عالي وشغل الحراس الاخرين شويه بعد على المستوى تاعو، ومبولحي كان بفارق او ما كانش بفارق كان اساسي، هو اساسي. ممكن دوك عنده اسباب اخرى احنا ما نعرفوهاش، وخاصه انه راهو يلعب في الدرجه الثانيه في السعوديه، واني شافيه كي لما اختار هذاك الفريق في الدرجه الثانيه ما فرحش بزاف جمال بالماضي. دونك جو سي با سي الباي هذا لو شوا تاعو ولا شيء اخر، خلي الزملاء يعطيو. طيب الحين نعاودوا نقولوا ربما منصب معنا حارس سابق مصطفى امل، لكن قبل ما نتحدثوا على مبولحي، قراءتك الاوليه في التشكيله، تحدثنا حتى تصريحات جاهد زفيزف رئيس الاتحاديه الجزائريه في اخر تصريح له في المطار، تحدث عن تشبيب المنتخب الوطني ربما لاول مره منذ سنوات، ربما من عهد
رورا لم نشاهد كل هذه ضخ ربما دماء جديدة في المنتخب الوطني بهذا الشكل. اليوم عندنا نتحدث عن 6 أو 6 لاعبين، لكن في المقابل كاين حتى في خزان المنتخب الوطني لاعبين آخرين غير جنسيتهم رياضية وراهم مستعدين، منهم من عبر عن استعداده، منهم من تحدث على غرار عوار الذي تحدث في تصريح للفاف وقال أنه راح يزيد يعني راه تحت تصرف المنتخب الوطني وسيكون يعني في التربصات المقبله. شوف احنا رانا نشوفوا الامر يعني اللي هو مليح ان المدرب هذايا كان دار خطه. الخطه تاعو هي ماشي المدرب اللي يدير خطه على مدى البعيد، خارطه الطريق تاع بالواضع على المدى البعيد، على مدى البعيد. اللاعبين اللي كانوا عنده كان مركز عليهم، بصح هو كان يفكر في ضخ دماء جديده، شبان جدد. الحق الوقت وين رانا نشوفوا في القائمه تاع اليوم كاين 6 لاعبين جدد، 6 لاعبين جدد وفي كل مناصب، يعني ماشي غير في الهجوم، ولا عنده في الهجوم، في الدفاع وفي وسط الميدان. يعني دار ان اكيليبر. هاد اللاعبين رايحين يتحككوا مع اللاعبين اللي راهم موجودين من قبل وياخذوا شويه من الثقه وراح نزيدوا نواصلوا النقاش ونزيدوا نسمعوا ما رأي الحسن لازاف، لكن بعد الفاصل الإشاري. مشاهدينا الكرام، فاصل إشاري ثم نواصل النقاش، ابقوا معنا.